السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا بعض من المشتريات اللي انا اشتريتها من محل الصفوة. انا قلت لكم ان انا بجيب مشترياتي من محل الصفوة او اولاد نزار. المشتريات اللي انا هعرضها دلوقتي معاكم ودي انا جايباها من محل الصفوة. بصراحة محل الصفوة فيه حاجات حلوة جدا، والاسعار هناك حلوة وسعر المعدن هناك حلو جدا، واشكال المعادن هناك حلوة. كمان جبت شوية من المرمر والوان كتيره من المرمر، وجبت الوان من اللولي، بعض من الوان اللولي اللي انا يعني ممكن تكون خلصانه من عندي. وجبت كمان المواسير الاكليريك. طيب ايه هي الالوان اللي انا جبتها؟ اول حاجه انا جبت مجموعه من المرمر. المرمر هناك بصراحه الوان كتير وجميله جدا ومميزه. جبت اللون اللي هو الاخضر ده من المرمر. ممكن ان احنا نعمله حظاظه، او احنا ممكن نعمله برضو ندخله في عقد، او ممكن في كوليه، او يعني ممكن نشغله في شغل كتير من الاكسسوار. جبت منه جميع الالوان يعني، او بعض الالوان اللي هي عجبتني منه. جبت اللون اللي هو البطيخي ده برضو من المرمر. وجبت اللون اللي هو يعني برتقاني، او درجه من درجات البرتقاني الفاتح ده برضو اللي هو المرمر. سعر المرمر ده 7 جنيه. كل الفروع اللي انا جايباها دي سعرها 7 جنيه. جبت الشكل اللي هو منقوش كده زي الشكل ده كده. ده برضو ممكن ان احنا نعمله حظات وندخل الوان في بعضها ساده مع المنقوش ده. بتبقى حلوه جدا لو احنا عملناها حظاظه، بتبقى شكلها حلو جدا. كمان جبت اللون اللي هو الاحمر. ده لون احمر برضو من المرمر. جبت اللون الاصفر المنقوش ده لون اصفر منقوش من المرمر. طبعا في منقوش وفي ساده، فانا جبت مجموعه من الساده وجبت مجموعه من اللي هو الاشكال اللي هي منقوشه، او يعني مزخرفه كده، الوان داخله في بعضها برضو، ان احنا يكون عندنا اللي هو الشكل الساده والشكل اللي هو المزخرف ده برضو شكل من اللي هو الرصاصي، وداخل فيه مثلا يعني بيبقى فيه تشبيحه كده زي اسود او حاجه في الحبايه نفسها، مشبحه اسود او مشبحه رصاصي غامق منها في بعضها، الوان لايقه على بعضها كده. فبيبقى الشكل المنقوش ده برضو حلو، واحنا ممكن نعمله حظ ندخل فيه معادن برضو، او احنا ممكن ندخل فيه حاجات من الفيمو او العاب او عيون، بيبقى شكلها حلو. برضو جبت اللون اللي هو ده درجة برضو من درجات الالوان اللي جبتها، اللي هو المنقوشة، زي يعني عامل زي ما يكون درجات نبيتي في درجات ازرق بالشكل ده كده. دي برضو حلوة كدرجة غامقة شوية، بتبقى حلوة برضو لو احنا نفذناها في الحظاظات. في برضو درجة تانية اللي هو البني ده. كل الفروع دي سعرها 7 جنيه. محل الصفا في حارة اليهود، مش حارة المزين، في حارة اليهود، لكن أولاد نزار هو اللي في حارة المزين. وجبت كمان اللي هو اللون الأزرق. ده أزرق سادة برضو من المرمر، برضو سعره 7 جنيه. جبت اللون اللي هو يعني درجة من درجات النبيتي الفاتح. اللون ده برضو شكله حلو جدا وشيك، لو احنا عملناه برضو حظاظة او احنا دخلناه في اي عقد برضو يبقى حلو. ده درجة تانية برضو من درجات، ده برضو شكل من اللي هو المزخرف او المنقوش اللي انا قلت لكم عليه. وده درجة من درجات الازرق. ده يعني ازرق في موف كده، في مجموعة الوان، بيبقى برضو شكله كويس برضو لو احنا عملناه برضو حظاظات، او عملناه او دخلناه في عقدة او حاجة، بيبقى شكله حلو برضو. في درجة تانية منه برضو اللي هو اللون اللي هو البني. درجة من درجات البني ده اللي هو المنقوش برضو. السعر الفرع 7 جنيه. كل الفروع دي سعرها 7 جنيه. جبت مجموعة من حجر الأونكس اللي هو المط. ده حجر الأونكس المط يعني اللي هو مفهوش لمعة، اللي هو زي ده كده ما بيبقاش بيلمع. ممكن ان احنا نستخدمه ان احنا نعمله حظاظة يعني رجالي. في بعض الناس بيطلبوها حظاظة سادة كده من غير اي العاب، من غير اي حاجة، في ان هي تمشي شكل رجالي او اولادي يعني. فاحنا بنجيب برضو الشكل المط ده، ممكن ان احنا نعمله حظاظات سادة كشكل رجالي. في كمان جبت مجموعة من اللولي. يعني طبعا هناك الاسعار اللولي برضو حلوة ورخيصة. برضو الفرع ب7 جنيه. ده اللي هو اللون الابيض. جبت اللون الابيض. جبت اللون اللي هو الروز من اللولي. جبت كمان لقيت برضو فروع من اللي هي اللولي، الفروع لولي كده، مش بالكيلو زي اللي انا كنت موريها لكم في فيديو المشتريات، اللي هو بنجيبها بالكيلو كده فرط. لا، احنا لقيتها عندهم كده موجوده فرع برضو. الفرع ب7 جنيه.
برضو حلوه، ممكن ان احنا نستخدمها في شغل كتير. فجبت برضو مجموعه من اللون الاسود اللي هو اللميع، اللي هو بيلمع، غير المط اللي انا وريته لكم من شويه. المط ما بيلمعش، لكن اللميع ده بيبقى فيه لمعه كده. تمام. وجبت كمان اللون دي كلها يعني برضو انا وريتكم الاوف وايت. جبت الاوف وايت برضو، جبت اللون اللي هو الاوف وايت برضو حلو جدا برضو الاوف وايت. وهناك السعر بتاعه زيه زي الالوان كلها زي بعضها. في بعض الناس بتبيع الابيض والاوف وايت اغلى والاسود اغلى، لكن هما بيبيعوا كل الالوان زي بعضها هناك. بصراحه المحل هناك فيه حاجات حلوه جدا والاسعار حلوه، وهناك الناس معاملتها حلوه جدا. يعني بصراحه انصحكم برضو تشوفوا محل الصفا وتجيبوا منه برضو بعض الخامات، حاجاته حلوه جدا. جبت برضو اللون ده اللي هو اللون الرصاصي الغامق ده، حلو برضو في اللولي، ان احنا نشتغله دبوس لولي، او احنا ممكن ندخله في اي حاجه في كعقده او اي حاجه برضو. فطبعا دي درجات الوان كويسه برضو حلوه. جبت بقى يعني ايه، انا سالتهم على المواسير الاكليريك، لان طبعا كانت مطلوبه مني المواسير الاكليريك دي، يعني ان احنا حظاظات او شغل من مواسير الاكليريك. فانا سالتهم على الاكياس الكبيره. فالاكياس الكبيره سعر الكيس 200 جنيه. الكيس بيبقى لون واحد، فانا حبيت اشكل بدايه في الاول. فجبت مجموعه من الاكياس دي اللي عندهم الاكياس دي. الكيس عامل 5 جنيه. فانا جبت كل الالوان اللي هي معروضه. جبت اللون الاصفر ده برضو الكيس ب5 جنيه. جبت اللون البرتقاني، جبت اللون اللي هو التركواز ده كله برضو الكيس ب5. في برضو لون تاني برضو لون احمر برضو ب5 جنيه. في احمر تاني برضو او يعني فوشيا، ده برضو كلها مواسير اكليريك. وكترت بقى من اللون الاسود شويه على اساس ان طبعا احنا الاسود بيبقى مطلوب ليه، يعني بنكتر اللون الاسود. طبعا الاسود ملك الالوان، فانا جبت مجموعه من الاسود اكتر شويه من الالوان التانيه. ده بالنسبه لي اللي هي المواسير الاكليريك. وبرده في كمان اللون اللي هو الاوف وايت ده برده اوف وايت كده، وداخل فيه يعني تشبيحه اسود من مواسير الاكليريك. الكيس ب5 جنيه. كل الاكياس دي ب5 جنيه. فانا حبيت ان انا اشكل في البدايه كده مجموعه الوان. طبعا لو احنا جبنا ب 200 جنيه لون واحد وحبينا نشكل، طبعا ما ينفعش نعمل الشغل كله لون واحد، فاحنا لازم نشكل. فطبعا مش معقول هنجيب كل الالوان عندنا والكيس ب200 جنيه. فطبعا احنا ممكن نجيب من الاكياس اللي ب5 جنيه دي كل الالوان عندنا، واحنا نقدر ننفذ. وبعد كده نكبر بعدها ونجيب مثلا كيسين او 3 من الاسعار العاليه دي. جبت كمان طبعا المعدن هناك، سعر المعدن هناك حلو. جبت برضو شويه من المعادن. سعر المعدن هناك عامل 380. في بعض المعادن هو يعني لما سالته قال لي في بعض المعادن عامله 380، وفي بعض المعادن عامله 400 جنيه. المعادن اللي بتبقى على 400 جنيه اللي بيبقى فيها كتابه زي مثلا اللي هي ما شاء الله المكتوب عليها تبارك الله، قل اعوذ برب الفلق. الحاجات دي بتبقى اغلى شويه عندهم، فبيخلوها بتبقى داخله في المعدن اللي هو ب 400 جنيه. تمام. فانا جبت شويه من المعادن دي. المعادن دي سعر الكيلو 380. سعر الكيلو في المعدن 380. طبعا سعر المعدن عنده حلو جدا، احسن يعني سعره ارخص من ناس تانية بره اللي هو محل الصفا. وعنده اشكال حلوه جدا من المعادن. جبت المجموعه دي ده شكل كده زي يعني ملكه نفرتيتي او حاجه، او كيلوباترا، يعني هي شكل فرعوني كده. وجبت برضو الشكل ده اللي هو الفراشه. ده شكل الفراشة كده، شكله حلو برضو مميز. وجبت برضو مجموعة تانية من الاشكال زي الشكل ده اللي هو برضو شكل فراشة كده، شكله برضو حلو. جبت الشكل برضو اللي هو القلب ده بعض المعادن اللي انا جبتها من محل الصفوة. في برضو شكل تاني اللي هو شكل نجم كده مكتوب عليها برضو، شكله برضو حلو. تمام. فدي بعض الاشكال اللي انا جبتها من محل الصفوة زي الفراشة دي. وجبت كمان اللي هو الشكل اللي هو الفرعوني ده شكل كده فرعوني برضو. جبت شكل من اللي هو الفراشة برضو ده شكل فراشة برضو. وجبت الشكل القلب المجوف وجبت الشكل اللي هو النجمة ده بعض الاشكال اللي انا جبتها من محل الصفوة. وطبعا في اشكال تانية انا جايباها برضو من
اولاد نزار. فانا كنت جايبه اشكال تانية من عند اولاد نزار، فانا يعني جبت الاشكال دي بس كده من الصفوه، من المجموعه دي اللي انا جبتها من محل الصفوه. لكن بصراحه يعني هو محل الصفوه حلو جدا، في عنده معادن حلوه. يعني انا كنت دايما بجيب المعادن من اولاد نزار، لكن انا جبت شويه برضو من عند الصفوه، لقيت برضو عندهم حاجات حلوه واشكال تانية برضو. وكمان سعر المعدن عندهم يعني سعره حلو برضو، 380 ده نفس السعر برضو عند اولاد نزار. في برضو شكل تاني انا جبته من عند الصفوه اللي هو شكل الفراشه ده، كان هو عنده مجموعه من الالعاب دي، يعني قطع كده عامله 3 جنيه، قطع عامله 5 جنيه. فانا جبت المجموعه دي كده، يعني ده القطعه منها عامله 3 جنيه، اللي هي شكل الفراشه ده، القطعه منها ب3 جنيه. هي شكلها حلو جدا وسعرها حلو، 3 جنيه حلوه. في عنده اشكال تانية ب5، لكن انا جبت يعني ب3 جنيه، يعني سعرها كويس. لو احنا عملناها في سلسله تبقى سعرها كويس في المتناول. تمام. في بعض الحاجات عند الصفوة يعني كموديلات مش موجودة عند أولاد نزار، وبعض الحاجات موجودة عند أولاد نزار مش موجودة في محل الصفوة. تمام. فأنا بحب أجيب من هنا بعض الأذواق ومن هنا بعض الأذواق. فأنا وريتكم النهاردة ديت المشتريات اللي أنا جبتها من محل الصفوة. تمام. الأسعار هناك حلوة جدا، معاملة الناس هناك حلوة جدا. وكمان في هناك تشكيلة كبيرة بالذات من اللي هو الخرز المرمر اللي أنا وريته لكم ده، التشكيله اللي هي النقراشه اللي هي بتبقى مزخرفه دي، والساده عندهم حاجات منها جميع الالوان، وعندهم شغل حلو جدا. من يعني انا دايما بجيب منهم الحاجات اللي هي دي، اللي هي المزخرفه دي. الشكل المزخرف ده بيبقى عندهم بصراحه بيعجبني، وبيبقى موجود عندهم كميات والوان كتيره، نقدر ان احنا نشكل منها الوان كتيره. فاحنا عندنا اللي هو واللولي برضو اللي عندهم موجود بسعر حلو جدا، اللي هو الفرع ب7 جنيه، وعندهم جميع الالوان. فجميع الالوان او جميع الفروع اللي انا وريتها لكم النهارده دي سعرها 7 جنيه. والمعدن عنده 380 جنيه، في معدن عنده 380 وفي معدن عنده ب 400 جنيه. المواسير الإبتدائية اللي وريتها لكم دي، الكيس الصغيره دي عامله 5 جنيه، والاكياس الكبيره بتبقى عامله هو قال لي 200 جنيه بس، بيبقى الكيس كله لون واحد بس. دي بعض المشتريات اللي انا جبتها من محل الصفوه في حاره اليهود. والاسعار هناك قلت لكم على الاسعار اللي انا جبت بيها. وان شاء الله باذن الله هيبقى في برضو جزء تاني هوريكم المشتريات اللي انا جبتها من عند اولاد نزار، لان برضو انا جبت انا قايله لكم ان انا طبعا الاثنين اللي انا بشتري منهم او بحب اجيب من شغلي من عند اولاد نزار او الصفوه. فدي الحاجات اللي انا جبتها من محل الصفوه، وان شاء الله في فيديو باذن الله. وبرضو المشتريات اللي انا جبتها من محل اولاد نزار. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو وعجبتكم المشتريات الجديده اللي انا جبتها. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.